الحاج كawasaki ياباني جه مصر في الستينات ودرس في الأزهر. اتجوز من مصرية وخلفوا ابنهم الوحيد عبد الرازق. عبد الرازق كبر واتعلم في مصر ودخل الجامعة الأمريكية. بعد ما اتخرج ما عملش زي عبد الوهاب ابن الحاج عبد الغفور البرعي. بالعكس راح اشتغل مع أبوه الحاج كawasaki في مصنعهم، وحاول يطبق اللي اتعلمه ويدير المصنع بالأسلوب الأمريكي. الحاج كawasaki معترض وشايف إن الإدارة اليابانية هي الأنسب، وبيقول لابنه إن فتنا الياباني مش هيرجع تاني. وهنا كان لازم نتدخل عشان الخلاف ما يكبرش، وقلنا نعرفهم إيه الفرق بين الإدارة اليابانية والإدارة الأمريكية. قبل أي حاجة تعالوا نتعرف إزاي اليابان قدرت من لا شيء تبقى من أكبر اقتصاديات العالم ومثال للإدارة المحترفة. اليابان جغرافياً من أكثر الأماكن غير المستقرة على الكرة الأرضية، عشان كده بيحصل فيها زلازل وبراكين كتير. كمان الأنهار الموجودة مش بتساعد على الملاحة لأنها ضحلة وانحدارها شديد. اليابانيين تقريباً قاعدين في أوضتين وصالة، وده لأن عدد السكان 126 مليون قاعدين على أرض مساحتها 377 كيلومتر مربع، 85% منها جبال. حتى المواد الخام زي الغاز والنفط وباقي المعادن بيتم استيرادها. وطبعا مفيش عندهم ثروة حيوانية. يعني عمرك سمعت عن الخروف الياباني أو فرخة السومو؟ طب يا محمود يا فرج اشرح لنا ازاي دولة عديمة الموارد قدرت تحقق المعجزة وكأنها من برا المجرة. السر في العنصر البشري. فبعد الحرب العالمية الثانية اليابان أدركت إن ما عندهاش غير مورد واحد هو الإنسان، وتبنوا استراتيجية إن الموظفين مش مجرد أدوات إنتاج، بالعكس بيعتبروهم ثروة وأصول غالية، وإن نجاح الشركة وتقدمها مرتبط ببقاء وتقدم وتطور الشخص. اليابانيين بيعتمدوا على تعيين الخريجين الجدد لأن بيبقى سهل تدريبهم، ومش شرط يكون عندهم مهارات الوظيفة، لكن أهم حاجة المستوى التعليمي وشخصيته. الأجور بتتحدد في الأول على أساس المستوى التعليمي، بعد كده الزيادة بتتم على أساس مدة الخدمة. لأن اليابانيين شايفين إن كل ما الشخص بيتقدم في الشغل فخبرته بتزيد، وبالتالي لازم مرتبه يزيد، وده لزيادة مستوى المهارة والمعرفة لكل أبعاد العمل وطبيعة العلاقات المختلفة بين الوظائف. كمان الشغل مش هيتعطل لو حد غاب لأن الموظفين عارفين طبيعة كل وظيفة. أول ما الشخص يتعين يبقى كده ضمن فرصة عمل مستقرة لحد سن التقاعد. بطيء جدا لأنهم شايفين إن التقييم كل 6 شهور أو سنة مش بيدي الصورة الكاملة. أما الفترات الطويلة بتخلي مستوى أداء وشخصية الفرد واضحة أكتر. عشان كده ممكن شخص يترقى من مساعد لرئيس قسم بعد 8 سنين. اليابانيين شايفين إن العامل لازم يتروق عليه ويكون جاي الشغل في الريلاكس عشان الموظف يشتغل من غير أي ضغوط. جميع الموظفين في الشركات بيشتركوا في عمل الإدارة ومناقشة المشاريع واتخاذ القرارات وصنع القرارات. العمل الجماعي كفريق واحد أساس الشركات. مفيش هناك ثقافة الوان مان شو. وسائل الرقابة في الشركات اليابانية تتميز بالخبرة والفهم للأمور الداخلية، وبتراعي الحالة النفسية للموظفين لدرجة تبان إنها مش موجودة لو أي حد غريب دخل الشركة. وده لتعزيز علاقة الفرد بالعمل. عشان كده اعتمد الأسلوب الياباني اعتماد كبير على التدريب في موقع العمل. تعالوا بقى دلوقتي نشوف باختصار الفرق بين الإدارة اليابانية والإدارة الأمريكية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى تستنونا في حلقة جديدة من برنامج استشارة في الإدارة.